صباح الخير. قررت اني اعمل جولة حرة في اسطنبول، والصراحة زرت حاجات كتير. اولهم كان محل شكارجي جعفر ايرور. المحل دوت مميز انه كل سنة في تركيا بيعمل زينة لرأس السنة مميزة زي ما انتم ما شايفين. والصراحة انه نفس المحل هو مميز، يعني من جوه بتلاقوا معلق زينة لرأس السنة، وبتلاقوا ان كل شيء جوه متغلف على شكل سانتا كلوز، على شكل شجرة الكريسماس، على شكل ألعاب رأس السنة أو الكريسماس. ف حرفيا الكونسبت بتاعهم بيكون حلو قوي. مميزين ان هما بيبيعوا الجوفرت او الويفرز اللي بالشوكليت، والشوكليت بالكراميل، دي اشهر حاجة عندهم. فانا حبيت اصور المكان لانه هتشوفوا فيه فعلا حاجات لطيفة جدا، اجواء فعلا مش هتلاقوها في اي مكان تاني. كل سنة بينوعوا في هدايا الكريسماس بتاعتهم وبيعملوا حاجات مختلفة. الحي قصدي الفرع الرئيسي هتلاقوه في كاديكوي، وليهم فرع في استينيا بارك واعمار سكوير، وليهم فرع في جلاتا بورت. ولكن خليني اقول لكم انه افضل مكان تاخدوا منه هو اللي في كاديكوي، لان هو الاقل سعر وهو الاقدم، وهو كمان اللي عنده زينة لو انتوا حابين تتصوروا. كل الفروع طبعا عندها زينة وتقدروا تتصوروا هناك، بس انا بحب اكتر فرع كاديكوي. تمام. فرع كاديكوي كمان في حلويات شرقية، وفي كل الديلايتس التركية وحلقوم وكل شيء. عندهم جودة في كل حاجة. المكان بقاله اكتر من 100 سنة، هما من سنة 1806 تقريبا. بس الفكرة كلها الكونسيبت بتاع الكريسماس، هما اتشهروا بالحاجة دي او اتعرفوا بالحاجة دي. المكان موجود في قلب حي كاديكوي في التشارشا او في السوق بتاع كاديكوي، وده مكان كل الناس عارفاه. تمام. جلاتا بورت يعتبر هو اقوى سعر اسعار فيهم، يعني اسعاره مرتفعة جدا، مثلا ضرب 4 أو 2. فمش بنصح ان انتوا لو عايزين تاخدوا حاجة من المكان ده ان انتوا تروحوا جلاتا بورت ابدا. صورت لكم شكل طبعا الويفرز اللي انا قلت لكم عليه، وشكل الشوكليت. هي طبعا الشكل الاساسي بتاعها اللي هو اللون البيج، لكن الملون ده اللي هو بتاع الكريسماس. تمام. وطبعا عندهم حاجات زي شوكولاته الكروكان جدا ممتازه. دي اشكال الهدايا بتاعتهم اللي هي بتكون للكريسماس، وازاي التغليف بتاعها. حرفيا يعني المكان ده اجواء، يعني كل سنه بيكون فعلا صعب ان انت تدخل وتطلع منه بسبب الحاجات الكتيرة اللي هما بيكونوا عاملينها في المكان. وكل لعبة من دول جواها هدايا. وده شكل المنظر من فوق. طبعا ناس كتيرة بتيجي عشان تتصور قدامه وتاخد صور كتيرة قدامه. وده كده يعتبر اول حاجة انا عملتها. نروح بقى لحي كاديكوي نفسه وسوق كاديكوي. حي كاديكوي نفسه معروف بساحل موضة، وطبعا انتوا شايفين الجلسات حوالين المكان عاملة ازاي. فلازم تروحوا السوق من جوه. السوق بقى من جوه حكاية تانية. شوفوا السوق دوت مميز بحاجتين. اول حاجة بيع الوافلز والدوناتس، اللي هي بتكون من جوه محشية زي الساندوتشات، او كمان مشهور بالتشورز اللي هي لقمة القاضي او الزرابية، معرفش بتسموها ايه في بلدكم. ومشهور كمان بالكومبير، اللي هي البطاطس دي انتوا عارفينها، اللي هي بتبقى محشية من جوه جبنة وصوصات وحاجات، وبتكون مشوية وكبيرة. فطبعا الحاجات دي لما تروحوا في حي كاديكوي لازم تتجرب. ناهيكم بقى عن افضل الكافيهات اللي موجودة هناك، اسبريسو لاب، فيفيان كافيسيل معروف بالسان سباستيان بتاعته، له فرع عند جلاتا بورت. بيتزا توجو لازم تجربوه، محدش يروح الا لما يجرب بيتزا توجو. فعلا بيتزتهم تحفه، ويعتبر افضل محل قابلته في كل اسطنبول بيعمل البيتزا. زي ما انتم شايفين البيتزا بتاعته سلايسز كبيره. مع الغلاء اصبحت السلايس تقريبا ب30 حاجه زي كده. رحت بقى بعد كده اكل من بومباجي دوت. في محل بيبيع ازمير بومبا. عشان ابقى معاكم في الصوره، ازمير بومبا هي اصلا خاصه باهل ازمير، وطوروا منها، عملوا منها نكهات. يعني اللي في الفيديو دي مثلا بالكراميل، محشيه شوكولاته بالكراميل،
واللي جنبها بالفرامبواز، يعني مش فراولة، اللي هو التوت الأحمر. وبرضو الشوكولات واخدة نكهة التوت الأحمر زي ما انتم ما شايفين، والكلاسيكية اللي شفتوها في أول الفيديو. وفي بقى بالفيجنال اللي هو الكرز المجفف. تمام، بس دي بتتاكل مع ايس كريم. نروح بقى لمايكل كوفي. مايكل كوفي قعدت فيه اصلا في اول اليوم، بس انا حطيته في اخر الفيديو وحبيت ابدا بالحاجات المهمه. مايكل كوفي سلسله مطاعم اساسا يونانيه مش تركيه، ويعتبر من المطاعم اللي فعلا اجواءها مريحه وهاديه، تناسب اي شخص عايز يذاكر او اي شخص عايز يجتمع مع اصحابه، مش ابدا بتاع عائلات ابدا. الحلو كمان في مايكل اسعاره مش صعبه، يعني مش الاسعار اللي ما تعرفش تشتري منها حاجه، لا بالعكس. وقهوتهم حتى جدا لطيفه. انا ما بفهمش في القهوه، مش بحبها، بس قهوتهم جدا حلوه. الجلسات عندهم متنوعه، وتعامل الستاف نفسه محترم، وهم نفسهم ناس شيك، والاكل بتاعهم فيه جوده. كمان دايما عندهم اوفرز، وعندهم برودكت خاصه بيهم كقهوه، يعني اللي هي القهوه اللي بتبقى بتتحط في الماكينه دي، مش عارفه اسمها ايه لان انا طبعا ما اعرفهاش. و بيكون عندهم قهوه من تصنيعهم هم، من اماكنهم هم الاساسيه. وعندهم طبعا المجات الخاصه بيهم الحامله الشعار بتاعهم. ده شكل الوجبه اللي انا اشتريتها. الوجبه دي على فكره كانت ب85 ليره، فلتر كهفه او القهوه الفلتر مع كرواسون ساده. طبعا شكل الكرواسون واضح، مش محتاج ان انا ابين لكم او اشرح لكم كتير. ودي شكل المنتجات بتاعتهم. الصراحه انصح بقهوتهم، يعني من الاماكن اللي بشرب فيها قهوه ما احسهاش ان هي تقيله على قلبي او حاسه ان انا بشرب حاجه صعبه، خاصه بالنسبه لي انا كشخص مش بيشرب القهوه كتير، او القهوه بالنسبه له مش عامل اساسي غير الجلسات الخارجيه. نروح بقى لمين؟ لبانتي. بانتي مكان مهم جدا لاي حد حابب ملابس داخليه تركيه وبراند تركي يكون تحفه. طبعا الكلام للبنات، تلاقوا فيها شرابات وملابس داخليه وبيجامات، كل اللي انتوا عايزينه. المكان اسعاره غاليه شويه ولكن جودته تحفه، يعني اوصيكم تروحوا. باي باي.